ايه؟ هتضحك على نفسك؟ لسه هتضحك على نفسك؟ لسه هتقول احنا منتخبنا منتخب محليين؟ لسه هتقول دي تالت علقة ناخدها من السنغال ورا بعض متتالية؟ لسه هتقول دي طريقة اللعب اللي تنفع مع الناس التقيلة دي عشان الناس دي محترفة في أماكن كبيرة؟ لسه هتلاقي مبررات تاني؟ لسه عندك مبررات تاني تطلعها؟ المبرر الوحيد اللي أنا شايفه الموضوع إنه مدرب لا يصلح ومحترف من أفضل لعيبة العالم ما بيأديش اللي عليه. عايز تهاجمني هاجمني، عايز اللي تقوله قوله براحتك خالص. احنا كلنا كنا واخدين نايبنا صبر كدعم للمنتخب، بس لا دي طريقة ينفع بيها يلعب لا محترفين ولا محليين. طريقة العب ب70 ورا وواحد يطير قدام دي حاجة انتهت من 1920. ولسه عندك استعداد ان حسام حسن يكمل معاك لكأس العالم؟ لسه عندك استعداد حسام حسن يكمل بالمنتخب ده كأس؟ هتقولي دي القماشة اللي معاه، لا، القماشة دي يطلع منها احسن من كده بكتير. ما تستهونش بالقماشة اللي معاه واللاعبين اللي معاه، تستهونش بيهم. اللعيبة دي لعيبة كبيرة، كل واحد فيهم كان بيموت نفسه في الملعب. محدش كان بيلعب بالشوكة والسكينة الا محمد صلاح، محدش كان بيخاف على رجله الا محمد صلاح. راجع كده شوف الاهداف اللي جابها ازاي. هي لمسة واحدة، لمسة واحدة عشان رجليه، لمسة واحدة، ما بيزودش. ربنا يكون في عوننا، ربنا يكون في عوننا، والست شهور دول يعدوا على خير. اذا كنتوا عايزين تلحقوا المنتخب الحقوا، هاتوا مدير فني واصرفوا، هاتوا مدير فني تقيل. اتحاد الكوره اصرف وهات مدير فني تقيل، لان حسام حسن ما ينفعش يكمل مع المنتخب. وجهوا له الشكر على اللي هو عمله، ومع الف سلامه وعلى دماغنا من فوق.